السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دائما تكونوا بخير وسلامة. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل وصفة البيتزا بطريقة سهلة خالص وبسيطة ومتوفرة في كل بيت الحاجات يا حبايبي. ديت يا حبايبي بيتزا الغلابة بالصلاة على النبي. صلوا على النبي كده يا حبايبي ونبدأ كده بالصلاة على النبي. معانا هنا يا حبايبي معلقة خميرة فورية بالصلاة على النبي، دي معلقة بتاع الأكل يا قلبي، ومعلقة سكر ونص معلقة ملح. ادي كل الحاجات اللي هنحطها. معانا هنا يا حبايبي كوبايتين مية دافية يا حبيبتي اهو بالصلاه على النبي. وهنبدا ان احنا ندوبهم كده عشان نسيبها بس ان هي تختمر يا روحي كده يا حبايبي. بعد ما الخميره بدات ان هي تختمر معايا يا حبايبي، لازم تجربيها يا حبيبتي. هنا يا روحي معانا بالصلاه على النبي كده يا حبايبي. معانا هنا كيلو من الدقيق، انت على حسب الكميه اللي تعمليها يا حبيبتي. عايزه تقللي عادي تكتري براحتك بالصلاه على النبي. هننزل بقى يا حبايبي بالخميره بتاعتنا مع السكر ومع الملح. متنسوش يا روحي صلوا على النبي كده يا حبايبي. ولو اول مره تشوفوني في القناه بتاعتي يا ريت كده تدعموني باشتراك حلو من ايديكم، وتدعموني يا حبايبي ان انا اتمادى انزل فيديوهات. صلوا على النبي اهم حاجه يا حبايبي، وتعملوا لي كده لايك حلو من ايديكم. هنبدا بقى يا حبايبي نعجنها كده يا حبايبي. ده اللي المستوى اللي احنا عايزينه يا حبايبي في العجين. هي يا حبايبي بالصلاه على النبي اهي يا حبايبي، هي بتكون بتلزق بس كده حاجه بسيطه اهو يا حبايبي. هنسيبها بقى ترفع شويه بالصلاه على النبي اهو. وتحطوا ميه على حسب نوع الدقيق اللي عندك يا روح. هنسيبها بقى ترفع شويه وهنغطيها كده بحاجه نضيفه من عندنا. معانا هنا بقى يا حبايبي هنعمل الصلصه بتاعه البيتزا يا حبايبي بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. هنا معانا راس توم اهي يا حبايبي، هنعمل كله في الخلاط بالصلاه على النبي. هنحط في الخلاط اهو. ومعانا هنا يا حبايبي كيلو طماطم او قطه هنحطه. وهنخلط بقى يا حبايبي الطماطم واللهم صل على النبي والثوم مع بعض في الخلاط يا حبايبي. بعد ما ضربنا يا حبايبي الثوم بالطماطم يا حبايبي، انا صفيت الطماطم بتاعتنا القمر ده. وهننزل بقى بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. معانا هنا معلقه فلفل، معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه ملح، معلقه كزبره اهو يا حبايبي. بعد كده يا حبايبي هننزل بشويه زيت. بعد كده يا حبايبي هنبدا ان احنا نخلط. شوفوا يا حبايبي الصلصه بالصلاه على النبي تقيله ازاي، والله ريحتها جميله خالص. هنحطها على النار يا حبايبي بعد ما ما نقلب الحاجات القمر دي. لو انت حابه يا روح تحط اي اضافات تانية عادي براحتك، حط اللي يعجبك يا روح. بعد ما حطينا الصلصه على النار شايفين يا حبايبي العجينه اختمرت وازاي وبقت جميله ازاي اهي بالصلاه على النبي. شايفين يا حبايبي ما بتلزقش، هي طريه بس ما بتلزقش اهي. شايفين جمالها؟ هنبدا بقى نقطعها. انا عملتهم 4 بيتزات يا حبايبي، حتى بقى حته عجينه صغيره قلت اما اقسمها على الاربعه يبقوا وسط كده يا حبايبي. عايزين بقى ده كيلو دقيق يا حبايبي عمل لي 4 بيتزات ما شاء الله جمال خالص اهو. عايزين تقللهم براحتكم. وهنغطيها كده يا حبايبي وهناخد واحده واحده نفردها. بعد ما سيبناها يا حبايبي ربع ساعه كده تخمر اهو. شايفين يا حبايبي بقت عسل ازاي. العجينه يا حبيبتي بتبقى لا طريه ولا ناشفه يا روح، يعني بتبقى حاجه كده. شوفوا جميله ازاي، بتبقى تلزيقه كده خفيف. هي لما بتخمر بتبقى جميله اهو. شايفين العجينه بالصلاه على النبي اهو. هنعملها بقى من الشابه بالصلاه على النبي واحده واحده يا روحي اهو. هو ده يا روحي الحجم المطلوب، لا تبقى لا تخينه ولا رفيعه يا حبايبي اهو. شايفين السمك جميله خالص اهي. وتسوي الطروف دي يا حبيبتي، ما تخليهاش الطروف طالعه كده، لا تسويها كده يا روحي. لو وصلت بقى مع نور لحد هنا يا ريت ما تحرمهاش باشتراك معاها في القناه عشان تنوروني يا قلبي ووصلك كل جديد يا روحي. معانا هنا يا حبايبي صينيه فيها هنحط فيها شويه زيت. دي صينيه الكحك يا روحي، انت حابه تحط في صينيه المونيا براحتك خالص. انا بس ده اللي متوفر عندي يا روحي صينيه الكحك دي. صلوا على النبي كده يا حبايبي، ما تنسوش يا حبايبي ذكر الله. هنبدا يا حبايبي نحطها كده في الصينيه بالراحه اهوت. واهم حاجه يا روحي تظبطي الرسمه بتاعتها. بعد ما فردناها يا حبايبي في الصينيه بتاعتنا دي بالصلاه على النبي، هنجيب الشوكه يا روحي وتعمليها كده ماشي يا حبيبتي عشان ما تقبش من القلب منك يا روحي. تلاقيها قبت كده تبقى جميله خالص. والف هنا وصحه على قلوبكم يا حبايبي. هنعمل التانيه بالصلاه على النبي. الكيلو بقى يا حبايبي عمل لي 4 بيتزات، يعني ال4 بيتزات دول يا روحي يعني نص كيلو يعمل لك بيتزتين يا روحي. وعلى حسب برضو ما انت حابه، لو حابه تعمليها بيتزا مش صغيره يا حبايبي. معانا هنا بقى يا حبايبي الحشو بتاعنا بتاع البيتزا. نصلي بينا على النبي كده يا حبايبي. معانا فلفل او على حسب رغبتك يا حبيبتي، الاخضر الاحمر اصفر براحتك خالص، بس انا اللي متوفر عندي الاخضر.
صلوا على النبي يا حبايبي. ومعانا هنا زيتون مخلي يا روحي، مخلي كده، وتنقيه برضك يا حبيبتي عشان ساعات بيبقى فيه بواقي من النقي يا حبايبي، تشيليه برضك عشان ايه ما تاخدي بالك منه. ومعانا هنا يا حبايبي طماطم برضك انا مقطعاها كده طرنشات بسيطه. ومعانا هنا جبنه موتزاريلا جميله اهيت ما شاء الله. ومعانا هنا الصلصه بتاعتنا القمر اهي يا حبايبي، شايفين بقى يا حبايبي انا سبتها قيمه ربع ساعه كده على البوتاجاز على نار هاديه. شايفين بقى جميله ازاي، والله ريحتها بيتزا وجميله خالص. هننزل بقى اول حاجه كده بالصلاه على النبي، هننزل بالصلصه بتاعتنا كده اهو. ما تنسيش يا روحي تخرمي البزايه بتاعتك القمر دي اهو. لايك بقى كده لام نور يا حبايبي، وفرحوا قلبها كده باشتراك في القناه اهو بالصلاه على النبي. فرحوا قلبي كده يا حبايبي باشتراك معايا في القناه، ويا ريت تعملوا لي كده ايه لايك كده من ايديكم يا حبايبي. ربنا يفرح قلوبكم ويسعد ايامكم ان شاء الله يا رب، احنا وانتم وجميع المسلمين جميعا يا رب اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. وهنبدا نوزع الصلصه بتاعتنا القمر ديت اهوت واحده واحده كده يا قلبي اهو بالصلاه على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. وهنبدا نحط بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي الطماطم بتاعتنا ديت كده، اللي متوفر عندك حطيه. ممكن تحط بصل يا حبيبتي عادي، بس انا ما بحبش البصل. ولو انت برضك عندك شاورما بتاعت فراخ او لحمه معصجاها تحطيها برضك عادي، بالف هنا وصحه على قلوبكم يا حبايبي. اللي متوفر عندك حطيه، اختيار يا روحي اهو. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ هنحط الفلفل بالصلاه على النبي اهوت يا حبايبي. كل حاجه بقى يا روحي تحطيها توزعها كده. وبعد ما تحط كمان الزيتون كده بالصلاه على النبي اهو، توزعيه برده كده يا روحي عشان يبقى شكله جميل خالص كده اهو. الف هنا وصحه. هننزل بقى بالجبنه القمر ديت، الجبنه الموتزاريلا. لو انت حابه تحطي برده الجبنه مشكله برده عادي، اللي متوفر عندك كله تحطيه. كل اللي انت حابه حطيه يا حبايبي. ديت انا عاملاها بيتزا اقتصاديه خالص، مش هتغرمك حاجه ومش مكلفه. كلها حاجات متوفره في البيت وكلها حاجات جميله والف هنا وصحه. دي بقى يا حبايبي بعد ما حطينا كل المكونات اللي قلنا عليها، وبس بعد ما خلصنا يا حبايبي انا نسيت يا حبايبي ان انا اقول لكم على اللانشون. فانا اضطريت ان انا اقطعه كده يا حبايبي بشرته كده. وهبدا ان المفروض يا حبايبي لو انت هتحط لانشون تحطيه تحت، ما تحطوش فوق الجبنه. ما انا عشان كده هحط كميه بس بسيطه يا روح. وبعد ما خلصنا يا حبايبي البيتزا بتاعتنا القمر ديت هنحطها في الفرن درجه حراره وسط يا حبايبي على الشبكه اللي تحت. ما تولعيش الشعله من فوق يا روحي عشان الحاجات دي ما تحمرش منك قبل ما هي تستوي. وبعد كده ما تستوي تبقي تحمرها كده حاجه بسيطه. ايه رايكم بقى يا حبايبي في البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت؟ هي ما بتاخدش وقت يا حبايبي في الفرن، بتطلع معاك على طول خالص. بالصلاه على النبي هنبدا نقطعها كده. جميل ازاي يا حبايبي انا قطعتها، وجميل ازاي تحس ان هي قطنيه خالص ازاي من ورا اهو يا حبايبي. الصلاه على النبي شايفين القعر بتاعها يا حبايبي حمر وجميل ازاي. امشي بس على الطريقه بتاع اللي انا قلت عليها في الفيديو يا حبايبي، وهتبقى جميله خالص معاكم بالف هنا وصحه على قلبكم. واللي يجرب بقى طريقتي يا روحي ما ينسيش بقى يدعي لي دعوه كويسه، ويعمل لي بقى اشتراك في القناه يا حبايبي عشان تفرحوني باشتراككم معايا في القناه. وتعملوا لي لايك حلو كده يا حبايبي من ايديكم، وكومنت عسل كده زيكم. واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.